السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة دايما يا رب العالمين. اول مرض هتكلم عنه هو مرض اليأس. اليأس ده كلنا ممكن يجيلنا، يجي علينا وقت نحزن فيه ونتوجع فيه، يحصل لنا حاجة تقهرنا وتوجع قلبنا فنتصاب باليأس ونتصاب باللي احنا بنبقى خلاص مش عايزين نعيش، مش عايزين نتكلم مع حد، مش عايزين نتعامل مع حد، نفقد الثقة في الناس، نفقد الثقة في كل اللي حوالينا. كلنا ممكن يجي علينا لحظة ننهار فيها. احنا بني ادمين مش ملايكة، فاكيد بنتوجع، اكيد بنتأثر من الخذلان، اكيد بنتأثر لما يحصل لنا حاجة معينة كبيرة، مصيبة معينة، ابتلاء معين نتحط فيه للأسف، او في اول الابتلاء او اول الاختبار ده بنبقاش فاهمين اللي هو اختبار من ربنا، فنتصاب باليأس. اليأس يعني الحزن، يعني تسيب حزنك يسيطر عليك، تسيب وجعك هو ياكل فيك. للأسف الوجع والحزن فعلا بياكل في الإنسان لدرجة اللي هو ممكن يموته. في ناس كتير ماتت بسبب إن هي زعلت من حد، حصل لها حاجة فزعلت فنامت زعلانة ما قامتش تاني. ما تسيبش حزنك يسيطر عليك، ما تسيبش وجعك يتمكن منك، لا، ابعد انت واستعيذ من الشيطان الرجيم وابدأ تاني من جديد، وابدأ صفحة تاني مع ربنا وجدد عبادتك بربنا. عارف علاج اليأس ايه؟ علاج اللي هيخرجك من الحزن اللي انت فيه والاكتئاب اللي انت فيه ايه؟ اللي انت تعرف قدرة ربنا، اللي انت تعرف مين ربنا القوي القادر، ربنا الجبار اللي قادر يكبر بخاطرك، ربنا القوي اللي قادر يخرجك من اللي انت فيه، ربنا قادر يعوضك خير، يعوضك عن حزنك وألمك ده. لا سبحانه لما كتب الله لنا، يعني اللي حصل لك ده، اللي سبب لك اليأس والحزن اللي انت فيه ده حاجة ربنا كاتبها لك، فالحمد لله ارضى بيها، ارضى باللي ربنا كاتبه لك، وخليك عارف مين اللي انت بتعبده. انت بتعبد مين؟ انت بتعبد الله عز وجل اللي قادر على كل شيء. ربنا قادر يقول للشيء كن فيكون، فخليك دايما متأكد وعلى اليقين وعلى ثقة بالله ان ربنا قادر يحقق لك حلمك، ربنا قادر يغير حالك لأحسن، ربنا قادر يحقق الحلم اللي كل الناس بتقولك عليه ده مستحيل لا، ربنا قادر يحققه لك في ثانية. بس انت اجتهد واعمل اللي عليك وما تسيبش اليأس يتمكن منك. اليأس لو اتمكن منك، اليأس عدو النجاح، اليأس عدو الإنسان، اليأس ممكن يموتك. في ناس كتيرة قوي جالها نوبة اكتئاب وللأسف ما قدروش يخرجوا منه، وفي الاخر اتقهروا وماتوا على نفسهم، ماتوا من كتر الزعل على نفسهم، مش ما ماتوش من الحاجة اللي حصلت لهم او من الخسارة لا، ده مات عشان زعل على نفسه. ما تسيبش الزعل يسيطر عليك. اعرف قيمة ربنا، اعرف مين ربنا ده القوي الرحيم، ربنا ملك الملك هيقدر يغير حالك. ملك الملك في ثانية ممكن يبقى يحقق لك الحلم اللي انت هتموت عليه، بس انت خليك عندك ايمان بالله وثقة بالله وتمسك جدا بالدعاء. تاني حاجة عشان تعالج اليأس لازم تبعد عن الناس اليأسانين. يعني ما ينفعش تحط نفسك في وسط ناس يأسانين متشائمين وناس شايفين الحياة سودة، وناس اللي شايفين ان هم مستحيل ينجحوا وان هم هيفضلوا مكتئبين والحزن مسيطر عليهم. لا، عايز تنجح لازم تبعد عن الناس اللي هم المتشائمين. حط نفسك جنب الناس الناجحين، حط نفسك جنب الناس الطموحة، حط نفسك ناس عندهم حسن ظن بالله، ناس كده حاسة ماشية كده بالتوكل على الله، اللي هم انا بعمل اللي عليا وبجتهد وبكره ده ان شاء الله ربنا هيراضيني وهيكرمني. انت طالب مثلا بتذاكر، قاعد عايز تنجح وعايز تجيب مجموع وعايز تخش كليه معينه، لو حطيت نفسك جنب الناس الطلبه اللي هم مش بيذاكروا ولا بيجتهدوا مقضينها لعب وهزار وشايفين لا يا عم ده كده الامتحانات بتيجي صعبه، لا يا عم مفيش حد بيدخل الكليه اللي هو عايزها، كده احنا ايه مش هننجح، عمرك ما هتنجح ولا عمرك هتجيب مجموع ولا هتعرف تذاكر اصلا. حط نفسك كده في وسط طلبة ناجحة، في وسط طلبة مجتهدة، في وسط طلبة عايزة تجيب مجموع وحط هدف قدامها، انت هتتعادي منهم، هتلاقي نفسك لا بتذاكر، هيشجعوك ان انت تذاكر، هيشجعوك لا تعالى بص حليت الاسئلة دي، تعالى نروح نحضر المحاضرات، هيشجعوك على النجاح. عايز تنجح في حياتك، عايز تحقق حلمك، عايز تحقق هدفك، لازم تغير الناس
المحيطين بيك. الناس المحيطين بيك لو ناس متشائمة، ناس مش معترفة اصلا بالنجاح، ولا شايفة ان الدنيا ماشية كده وخلاص، لا، ما ابعد عن الناس دي، وخلي الناس المحيطين بيك كلهم ناس متفائلة، ناس راضية بقضاء الله، ناس صالحة تصلح منك. تالت حاجة الدعاء. الدعاء لازم تدعي كتير جدا في وقت حزنك، في وقت ألمك، في وقت ما انت يأسان ومحبط، لازم تدعي ان ربنا يفرج عنك همك ده، ان ربنا يبعد عنك الحزن والألم ده. دايما خلي دعاء الحزن ده على لسانك، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، اعوذ بك من العجز والكسل، اعوذ بك من الجبن والبخل، اعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الدعاء ده جميل جدا في وقت حزنك ووقت ما انت يأسان، لازم تدعيه كتير جدا. لازم تدعي بكل اللي نفسك فيه، نفسك تحقق حاجة معينة، ادعي ربنا كتير جدا، ربنا قادر يحققها لك. ادعي وانت من جواك على يقين وثقة ان ربنا هيحققها، بس خلي عندك صبر، خلي عندك تأني، ما تتسرعش يا اخي. مش معنى ان دعائك ما استجابش النهارده ولا استجاب الشهر الجاي ولا الوراء اللي انت خلاص تيأس. في ناس تبقى عايزه الدعاء يستجيب دلوقتي، ربنا قادر يخليه يستجيب دلوقتي، بس في حكمه برضو ان ربنا ممكن يأخر عنك الدعاء. يعني ما تدعيش شويه وبعد كده تلاقي الدعاء ما استجابش فتيأس وتحزن وتقول لا، انا مش انا عمري الحاجه دي ما هتجيلي، ولا عمري هفرح، ولا عمري عايش سعيد، لا، وتحزن وتخلي الحزن يسيطر عليك. لا، خلي عندك صبر، اصبر، وان شاء الله ربنا هيحقق لك دعائك. ربنا ليه حكمة في كل حاجة بتحصل لنا، حساباتك غير حسابات ربنا، ربنا ليه حسابات تانية، ربنا بيدبر لك امرك وبيهيئ ليك الحاجة اللي انت عايزها بس في الوقت المناسب. فخلي عندك صبر، وخلي عندك الحاق وانت بتدعي. رابع حاجة بقى في اليأس للأسف الضعف. للأسف لما بنبقى إيماننا ضعيف بيصيبنا اليأس على طول والحزن. يعني إيماننا ضعيف، اليأس ده بيسيطر علينا كده، أقل حاجة تحصل لنا نيأس ونحزن ونكتئب وخلاص، عايزين نقعد في أوضة ضلمة، مش عايزين نتعامل مع حد، مش عايزين نتكلم. ده في ناس كمان بيجيلها يعني استغفر الله العظيم نفور من العبادات. لا، هي خلاص انا صليت كتير ودعيت كتير ربنا ما استجابليش، فتيأس وتحزن. انت بتتعامل مع مين؟ بتتعامل مع واحد صاحبك بتطلب منه طلب وعايزه ينفذه لك؟ لا، استغفر الله العظيم، ده ربنا عز وجل. انت لازم اول حاجه بتعبد ربنا حبا في الله، مش عشان خاطر ربنا يحقق لك الحاجه اللي انت عايزها، لا، انت بتعبد ربنا حبا في الله، بتعمل كل حاجة كويسة عشان انت بتحب ربنا، وعشان انت عارف ان احنا مخلوقين هنا، احنا عباد ربنا خلقنا عشان نعبده، مش عشان ينفذ لنا اوامرنا بس، لا، ربنا خلقنا عشان نعبده. بس ربنا مدينا حاجة اللي هو قال لنا ادعوني فاستجيب لكم، ربنا امرنا بالدعاء، فربنا قادر يغير لنا حالنا. فانت ما تصبش باليأس وبالحزن من اقل حاجة، انت كده ايمانك ضعيف. في حاجات كده في حياتنا هتحصل هنبان فيها ايماننا ضعيف ولا ايمان قوي، فدايما تخلي ايمانك قوي، ما تخليش اليأس يسيطر عليك، عشان خاطر ما تبقاش اليأس ما يسيطرش عليك، ولا الحزن، ولا وقت حزنك ده يطول، ولا تدخل في نوبات اكتئاب. لازم تخلي ايمانك قوي او ايمانك بالله. رابع حاجة بقى، اخر حاجة بقى ممكن تخلينا نتصاب بالحزن واليأس، هي التفكير الزائد في المستقبل، اللي احنا نتوقع حاجات كتير قوي هتحصل في المستقبل، ونعلى بسقف طموحنا جامد جدا جدا، فالحاجة دي ما تحصلش، جبنا الاحباط واليأس ونكتئب ونزعل ونتقهر وخلاص الدنيا بقى تتسود في وشنا. حلوة انت تبقى شخص طموح، حاجة حلوة اللي يبقى انت عندك هدف نفسك تحققه، حاجة حلوة اللي انت تشتغل وتتعب عشان توصل للهدف ده. بس لو ما حصلش ما ينفعش تيأس وتحزن، دي عشان انت بتعمل اللي عليك، النتيجة دي بقى بتاعت ربنا مش بتاعتك انت بتذاكر وبتجتهد عشان تدخل كلية الطب، بس افرض جبت مجموع وحش او ما دخلتش كلية الطب، خلاص هتيأس هتحزن؟ لا، لازم تعرف اللي حصل ده ان الكليه دي ما كانتش خير ليك، الحاجه اللي انت ربنا اختارها لك هي اللي خير ليك، اختيارك ما كانش خير ليك، اللي ربنا حطك فيه الكليه اللي انت اتحطيت فيها هي اللي خير ليك. احنا بس بنعمل اللي علينا، وبكره ده بتاع ربنا مش بتاعنا. امبارح ده خلاص ما ينفعش
كمان ما ينفعش نقعد نفكر في الماضي، ما ينفعش نقعد نفكر في الماضي ونحزن ونتقهر عليه، لا، ونزعل بقى اللي احنا خسرنا ناس في حياتنا في الماضي، او في ناس عملت معانا مواقف وحشة وجرحتنا ووجعتنا، ونقعد نفكر نفسنا كل شوية. انت كده بتعيد الحزن وبتكرر الحزن عليك. لا خلاص، اللي فات مات، اللي فات بنتعلم منه، بس بنتعلم من اخطائنا عشان نبقى احسن. اللي فات خلاص انت ما تقدرش تتحكم فيه، ما تقدرش تغيره، وما تقدرش تتحكم في المستقبل. ما ينفعش تفكر بكره هيحصل ايه، لا بكره انا مستني نتيجه التحاليل دي هتطلع كذا، طب لما طلعتش خلاص هيأس واتحبط، لا خلاص دي حاجه بتاعت ربنا. بكره انا مستني النتيجه اللي انا انجح واتفوق، لا ما نجحتش، ما جبتش المجموع اللي انا متوقعه، ما ينفعش تعترض على قضاء الله، لا لازم ترضى باللي ربنا اختاره لك. النهارده ده بس هو اللي في ايدك، انت في ايدك النهارده تشتغل على نفسك وتتعب وتجتهد وتعمل اللي عليك. ما ينفعش تقعد كده وتقول انا راضي بحياتي، انا نفسي ابقى غني بس انا قاعد مستني لما اغني، انا عماله ادعي اقول يا رب يا رب يا رب ارزقني، يا رب ارزقني اجيب شقه كبيره، يا رب ارزقني اجيب عربيه، وانا قاعد في البيت ما بعملش حاجه. طب ما تقوم يا عم، قوم اشتغل، قوم اعمل اللي عليك، قوم اشتغل شغلانه والتانيه، قوم تعالى على نفسك واتعب عشان تكسب وعشان تقدر تجيب الحاجه اللي انت عايزها. انت قاعد في البيت ومستني الحاجه تجيلك؟ انت قاعد مستني بابا ولا ماما هما اللي يجيبوا لك الحاجه اللي انت نفسك فيها؟ طب ما انت كبرت كفايه، اشتغل على نفسك واتعب واجتهد وعشان تجيب الحاجه اللي انت عايزها، عشان تحس بقيمه الحاجه اللي انت جبتها، عشان تستمتع بيها. عايز تغير حياتك لازم تتعب، وانت اللي تغيرها، ما تستناش حد يجي يغير لك حياتك. هلكم مثال مثلا لواحد ابوه وعده انت هتتخرج من هنا وانا جايب لك واسطه هتعينك في المكان ايه، في الشركه الكبيره دي، بس انت بس اتخرج بس، والواسطه دي هتعينك على طول. ويقعد يذاكر ويتعب عشان يتخرج على امل ايه، ان الواسطه دي هتعينه، والواسطه دي ما نفعتهوش، ما عينتهوش. الراجل اللي هو كان مستنيه يعينه ساب المكان ده وما قدرش يعينه. ساعتها بقى بيصاب بالحزن والاكتئاب، وخلاص بقى ايه، ما عندوش اي اوبشن تاني، ما عندوش اي حاجه تانية يعملها، هو مستني كان الواسطه دي او الشخص ده هو اللي ايه، هو اللي هيشغله. طب يا عم ما تعمل حاجة، ما تشتغل انت، ما تروح تشوف شغلانة تانية، ما تدور، ما تاخد كورسات، ما تتعلم، انزل تدريب في مكان، لا هو مستني بابا هو اللي هيعمل لي الحاجة الفلانية. طب وبعدين هتقعد لحد امتى مستني غيرك هو اللي يغير لك حياتك، غيرك هو اللي ينجحك؟ لا، انت المفروض انت اللي تنجح، انت اللي تغير حياتك، انت اللي تشتغل وتتعب على نفسك عشان تغير حياتك، انت اللي تشتغل وتتعب عشان تريح نفسك، انت اللي تشتغل في عز شبابك كده وتجتهد ويطلع عينك عشان لما توصل للسن لما تكبر في السن او سن الكبار في السن الشيخوخة تبقى مرتاح. لا ما تستناش بقى ان ايه، ان حد يصرف عليك او حد يعمل لك او حد يشغلك او حد يجيب لك الحاجة دي. طب وبعدين عندك دايما امل في الله، توكل على الله دايما، توكل على الله وانزل الدنيا واتعب فيها، واشقى واتعب، والنتيجة يا عم اكيد ربنا هيرضيك ويكرمك. وبكده ابقى خلصت كلامي، ويا رب اكون فدتكم. وما تنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك على الفيديو وتصلوا على النبي في الكومنتات وتشتركوا في القناة، وشكرا جزيلا.